بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده هنقدم فيها كده مع بعض البتنجان المخلل. هنعمل مع بعض بتنجان مخلل طعمه جميل جدا بخطوات سهله وبسيطه وخلطه كده رهيبه زي ما احنا شايفين مع بعض. وهقولك ازاي تحتفظي بيه ويقعد معاكي قد ايه في التلاجة، وايه سر الخلطه اللي كل الناس اللي هتاكل مخلل البتنجان بتاعك هتسالك ايه سر الخلطه بتاعته. خطوات سهله وبسيطه نتبعها مع بعض واحنا بنعمل مخلل البتنجان، تاخدي احلى مخلل بتنجان. وهقولك كل المكونات وكل الاثار في الفيديو كده واحنا شغالين مع بعض. بس يلا في الاول كده، لو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. زي ما احنا شايفين كده مخلل بتنجان طعم وريحه، كل الناس هتسالك على سر الخلطه بتاعته. اول حاجه واحنا بنشتري البتنجان يكون البتنجان بتاعك ملحم كده وفيه لحم كتير، وفضل طبعا تكون البتنجان اصغر من كده، بس انا بصراحه ما لقيتش في السوق اصغر من كده. وتجيبي البتنجان بتاعك وتغسليه كويس جدا وتسيبي العروش بتاعته دي كده زي ما هي، ما بنشيلهاش عشان ما يسودش معاكي لما بنغليه. بجيب حله على النار وبحط فيها معلقتين كده من الملح. حله بتغلي عادي خالص وميه ومفيهاش لا خل ولا اي حاجه، ملح بس. ونبدا نضيف البتنجان اول ما الميه تغلي معاكي. بضيفه طبعا بالعروق بتاعته اللي هي الخضره دي علشان لو ما يوصلوش اي ميه من جوه فيسود معاكي. زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي. ويفضل طبعا تستخدمي حله سلستين عشان ما تسودش معاكي من البتنجان ومن غليان الميه. وابدا احط حاجه اي حاجه تقيله عليه من فوق كده علشان ما يقبش معاكي لفوق. وتقريبا بياخد من 10 ل7 دقايق غليان على النار، وهدي عليه النار هتلاقي البتنجان بتاعك استوى وبقى جميل جدا. هطلعه في مصفى على طول. طب لو هو لسه عايز سنه هطفي عليه النار واسيبه شويه، لكن لو هو استوى ما سيبهوش عشان هيتهري مني. وكمان ممكن ابرده كمان بميه ساقعه، بس انا السوا بتاعه عندي هنا كان ممتاز. كده حبايبي خلاص اهوت البتنجان بتاعي. نعمل مع بعض بقى الخلطه. الخلطه وهي عباره عن فلفل رومي او فلفل حامي، ويكون احمر او اخضر زي ما بتحبي وتفضلي، بس طبعا الاحمر بيديله شكل وطعم احلى. حوالي 3 4 قرون كده من الفلفل، فانا بقطعهم حتت صغيره كده عشان يسرعوا معايا في الكبه، ويا بارد يا حامي حسب الرغبه. تاني مكون معايا هو عباره عن معلقه من التوم، ولو ما عندكيش توم مفروم زي كده هتستخدمي حوالي 3 فصوص من التوم. وده التوم انا كنت مفرزاه لا لونه اصفر ولا اي حاجه من موسم التوم. بعد كده عندي معلقه صغيره من الكمون، والبتنجان بيحب الكمون جدا. وكمان عندي معلقه كمان من الكزبره الناشفه. وهضيف كمان معايا معلقه من الملح، وهو احتاج معايا كمان معلقه، يبقى هتحطي معلقتين من الملح. وكمان عندي حوالي 3 معالق او معلقتين كده من الخل بيديله طعم حلو ومميز. وليمون. عندي هنا ليمونتين. هعصر 1.5 وهخلي النص نعصره عليها في الاخر. هعصر ليمون كده، والقشر بتاع الليمون ده مش هنرميه، هنحتفظ بيه برضو عشان هنكمل بيه بقية وصفتنا. مخلي البتنجان ده طريقته سهلة وبسيطة جدا، بس لو اتبعت الخطوات بتاعته بيديكي طعم مميز. عندي هنا يا هبشر جزرايه، يا اما لو عندك جزر مخزناه في الفريزر زي ما انا بخزن الجزر كده لاستخدامات كتير، هاخد منه حته صغيره كده وممكن تستغني عنها كمان. هضرب كل المكونات دي كويس جدا في الكبه بتاعتي لحد ما تنعم معايا كويس جدا. وفي مكون تالت لو موجود عندك ممكن بتستخدميه بينقلك البتنجان في حته تانية، وانا كنت نزلت لكم بيه مره وصفه قبل كده، وهو العصفر. لو عندك عصفر هتاخدي منه معلقه كده تضيفيها على المكونات دي كلها، هيديكي نتيجه برضو حلوه وكويسه جدا وطعم مميز للبتنجان. يبقى احنا حطينا في الكبه مع بعض فلفل حامي احمر وتوم وكمون وكزبره ناشفه وملح وخل وليمون. وبكده يا حبايبي تكون خلطتنا خلاص بقت جاهزه. عفوا. هاخد بقى الخلطة بتاعتي دي والبتنجان بتاعي خلاص انا طلعته من المية بتاعته. هفضي بس الخلطة دي كده مع بعض ونشوف الملح بتاعها مظبوط ولا لا. الملح طبعا ما تقدريش تقدريه غير لما بتدوقي، يعني انا بدوق واعرف هو عايز ملح ولا لا. هنا انا جبت كده عندي سباتولا، هبدأ انزل كل الخلطة دي، خسارة مش هنسيب منها ولا فتفوتة من مخلي البتنجان. والكمية دي تقريبا بتكفي حوالي كيلو من البتنجان. بعد كده الخلطه بتاعتي انا بدوقها فحسيت ان هي محتاجه ملح، وانا قلت لك في اول الفيديو ان هي محتاجه ملح، يعني تقريبا هتاخد لها حوالي معلقتين كبار او معلقه ونص كده من الملح. معلقه ونص كبيره من الملح بما يعادل 3 معالق صغيرين من الملح. البتنجان بتاعي خلاص اهو برد معايا. هشيل بقى العنقود الاخضر بتاعه ده من فوق كده لا يسود معاكي ولا اي حاجه. طب لو انا شيلته قبل ما استخدمه بيشرب منك، ممكن يشرب منك ميه ويديكي لون اسود للبتنجان من جوه.
طبعا البتنجان كل ما كان حجمه اصغر كل ما كان احلى، وكل ما كان ادخن كان احسن عشان يديكي طعم ملحم كده، يكون فيه لحم كتير من البتنجان. فانا هقطع كل العروش بتاعته دي، والخلطة عندي جاهزة، ونبدأ نحشي معانا البتنجان ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. كده البتنجان بتاعي خلاص اهوت، وادي الخلطة جاهزة. نبدأ بقى نحشي البتنجان بالسكينة بتاعتي كده بشويش خالص، ونبدأ نفتح في البتنجان بقى. بس بوريكي اللون بتاعه قد ايه، لونه فاتح من جوه، ولا اسود ولا شارب مية ولا اي حاجة اهوت. هنفتح كل البتنجان مع بعض. ما تنسيش بقى لو انتي وصلتي معايا الفيديو لحد هنا ولسه ما اشتركتيش معايا في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر. هتنزلي على كلمه الاشتراك، هيطلع لك 3 اختيارات، اختاري منهم اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. كده جبتي عندي بقى علبه من علب التلاجة، يفضل ان هي تكون علبه ازاز، لان الازاز مش بيحتفظ بالطعم ولون المخللات كتير، فممكن تستخدمي العلبة بعد كده. وابدأ بقى ايه ارص البتنجان بتاعي واحدة واحدة كده، احشي وتكتري كده من الحشو. طبعا البتنجان المخلل ده بينفع طبعا جنب الفطار، جنب غدا، جنب طبعا اي طبيخ انتي طبخاه، بسلة، كوسة، اي حاجات من دي بيكون البتنجان معاها حلو. والبامية طبعا بتحب البتنجان جدا، وممكن كمان جنب طبق الفول الصبح كده بيكون طعمه حلو ومميز لخلطة المخلل البتنجان. انا بقى هحشي كل الكمية اللي موجودة عندي دي بالحشوة اللي موجودة عندك، ونبدأ نرصها كده وندخلها التلاجة، يقعد معاكي في التلاجة تقريبا اسبوع من غير ما يغير طعمه ولا اي حاجة. دول اخر حبة طبعا فضلوا معايا من الخلطة، مش هنرموهم على حاجة، هنحطهم على الوش كده. وكمان عندي الليمون اللي احنا كنا القشر بتاعه خليه، واخر نص ليمونه نعصرها كده على الوش. لو حابه تضيفي كمان معلقه من الخل. وبكده حبايبي يكون البتنجان بتاعنا خلص. وصفة سهلة وسريعة لعمل البتنجان. هتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة. ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس على كلمة الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. مع السلامة.